كرة السلة في المغرب كانت كتدوز بمرحلة اللي صعيبة، انه كان واحد التوقف ديال عامين، واللعابة الشباب المينيم كادي جونيور اللي كانوا ما لعبوش شي 3 سنين 4 سنين. هادشي دابا بدات كتبان الاثار ديالو في الفرق الكبرى، ان ما بقيناش كنشوفوا اللعابه دي جون 19 18 سنه كيلعبوا في القسم الاول. ولات صعيبه وخصنا نتسناو شويه وهذاك الشان اللي كنا فزنا اللي كان كيبين لينا بين عندنا فريق، ولكن اللي كانوا الفرق جايبين غير الفرق الصغيره ديالهم، الشباب 19 عام 20 عام 21 عام تيوجدوا. حنا للاسف ما كناش كنوجدوا القدام، وحنا دابا كنشوفوا النتيجه، ونتمنوا ان شاء الله يكون من القدام خير. واخويا الموضوع كبير بزاف، لان صراحه الشامبيونا غادا في اتجاه، وبعد القليل ديال الانديه اللي غاديين في اتجاه. دونك كما كنعرفوا عندنا ازمه تسيير كبيره في كره السله المغربيه، بزاف ديال لي زيفينمون دازو، كنشوفوا ليكيب ناسيونال شنو وقع ليها. دونك لو نيفو الي دراماتيك، كنتمنى من الله يدير شي تاويل الخير لهاد الرياضه اللي كنحبوها. وبهذه المناسبه كنتمنى بون كوراج للناس ديال الفتح اللي كيلعبوا البال دابا. خويا باش نقول لك، كره السله تغيرات اساسا من هاد السنين الاخيره. المستوى اللي كنا تنعرفوا من قبل ما بقاش هو هذا. مع الاسف كاين بعض الاشياء مهمه اللي تخلاو عليها هاد المسيرين اللي كاينين الان، مثلا كالتكوين، بالاخص التكوين، وما كاينش ان بروجي ديال على المدى المتوسط والمدى البعيد. جاب لي الله الناس تخدموا جور لو جور. مع الفئات الصغرى مع الاسف ما بقاتش عندها اهميه. تنشوفوا البطوله ديال الفئات الصغرى ما تتلعب مؤخرة او ما تتساليش بعض الاحيان، ولا تتلعب حتى المواد جوان، وهذا من الاشياء اللي بصراحه تيأسفوا. نتمنوا على الله الناس اللي تيسيروا كره السله يبدلوا هذه الاشياء للمستقبل كره السله في المغرب. وشكرا.